السلام عليكم ومرحبا بكم. ما ننساوش دائما نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكامل البنات. وصفة اليوم درت لكم سندويشات بخبز التوست او لو بان دو مي. وصفة سهلة، حاجة بريزونطابل، تقدري ديريها في معرضاتك مناسباتك، تقدري ديريها كمشروع تلقاي السعر في اخر الفيديو. اذا حبيتي الوصفة ديري جام وروحي نشوفوا مع بعضنا واش نحتاجو. نحتاج هنايا خبز اللب اللي هو البان دو مي. هنايا نعت لكم لا مارك، هذه لا مارك مليحه وساعدتني بزاف في الخدمه. راح نجيبوا حبه منه، رايحه نطرحوا هذيك الحبه باه نقدروا نقسموها على 4 حبات. هذه الوصفه سهله وما تديلكش كامل الوقت. رايحين نطرحوا الحبه هكا باه نقدروا نقسموها، يعني الحبه الواحده من هذا الخبز رايحين نديروا منه 4 حبات، يعني 2 حبات كي نحطوهم في بعضهم رايحين يوليو لنا 2 حبات. رايحه نجيب طابع جوست، رايحه نطبع به نشوف فقط قداه يجيب لي هكا. رايحه هادو الزوائد نحيهم، يعني رايحه نحي جوست الحراف، مانيش رايحه نكمل كامل. ومن بعد نروح نقص بالموس. رايحه تقدروا بلا ما تستعملوا الطابع، المهم قصوهم قد بعضهم، ديروا 4 حبات بهذا الشكل. نروح نقصوهم هكا يجي بزاف خفيف وبنين. وما تنساوش كاين وصفات بزاف راح نديرهم معكم الاسبوع القادم ان شاء الله. وانا ديجا حطيت من قبل وصفات مليحه وتساعدكم في رمضان. كما قلت لكم راني مدايره معكم دوره مجانيه في المملحات بمناسبه رمضان، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. وما تنساوش تدعموني بجام هذاك الجام راح يدعمني ويحفزني، وان شاء الله تكبر قناتي، راح تكبر غير بدعمكم. هنايا عاودت معكم حبه باه تشوفوا الطريقه مليح. وبالنسبه لي شيت هادو اللي راني نحي فيهم، تقدروا يعني اذا درتوا كميه كبيره وبقات لكم تقدروا تحمصوهم وتعاودوا ترحيهم وديروهم خبز مرحي، راح يجي بنين خير من الخبز العادي هكا. رايحه نقسم الحبه بنفس الطريقه اللي درتها في الاول. وحبيت نفكركم بلي راني مدايره دوره مملحات اونلاين، خيرت لكم 10 انواع من المملحات، يعني اللي حبت تبدا مشروعها هادو المملحات رايحين يساعدوها بزاف، ولا اللي حبت تتعلم ليها تاني يعني وصفات هايلين بزاف خيرتهم لكم راح يساعدوكم، ويعني وراح يتمشاو لكم بالبزاف. راح نخلي لكم رابط الفيسبوك تاعي اللي مهتمه تبعت لي. هنا بعد ما كملت قصيتهم بهذا الشكل، رايحه نكمل باقي الحبات كامل تاعي ونعاود نرجع لكم ونقول لكم واش رايحين نديروهم. هنا حبيت نعت لكم هنا بعد ما كملتهم، هنا حبيت نعت لكم هذه النوعيه، يعني كنت شريتها ولقيتها يعني كي انا جبت الحبه وهي تتفتت. شوفوا كيفاه، يعني هذه الحبه يعني مش رايحه تساعدكم كامل في الخدمه تاعكم. هذه النوعيه كاين فيها 2 انواع، كاين اللي مليح وكاين اللي يجي هكا يتفتت وحده، يعني محال راح يساعدكم. هنا انا استعملت هذا لا مارك بزاف هايله، جربوها، يعني استعملتها في الدوره اللي كنت درتها اونلاين وبقاو لي، حبيت نشارك معكم وصفه. هنا بعد ما كملت الحبات تاعي كامل وقصيتهم، انا درت كميه قليله فقط هكا. وانتم يعني واش قد ما تحتاجوا اخدموا. هنايا جبت بيضه خلطتها، استعملوا البيضه على حسب الكميه. وهنايا تاني نحتاج خبز مرحي. هنايا نروح نحطه في البيض، هنا بيضه كامله، ونزيدو نحطو في الخبز بنفس الطريقه، يعني العمليه راهي سهله خلاص. هذه خيرت لكم هذا النوع من المملحات ساهلين، ماشي لازم ديري العجينه، يعني كاينين اللي يحبوا يخدموا حوايج ساهلين رمضان كمملحات. على هذيك راني نخير لكم في المملحات اللي ساهلين وتقدروا تخدموهم هكا. نكمل بنفس الطريقه، نحط في البيض ونزيد في الخبز، وهذه هي. ومباشره نروحوا نقليوهم. دوك نكمل الحبه تاعي ونرجع لكم. وحنا بعد ما كملت الحبات تاعي كما راكم تشوفوا، نروحوا نحطوا الزيت، يكون لي الزيت سخون يغلي. في هذه الخطوه لازم الزيت يكون سخون يغلي هكا، لانه اذا حطيتوها بارده راح يتشرب لكم الخبز هذاك الزيت تاعكم. هنا راني نحطها هكا في الزيت بالملعقه، يعني فقط كنت مزروبه هكا باش يطيبوا لي ليه. نتوما ما ديروهاش، المهم خليوها طيب من تحت وزيدوا قلبوا من فوقها وهي طابت لكم. المهم نكمل نقليوهم. هنايا النار تكون يعني قويه، مش حنحتاجوا نقصوا عليها، جوست نحتاجوا يعني غير يحمر لنا الخبز هذاك يدينا اللون الذهبي. رايحين تشوفوه هكا. هذه الحبه راهي تقلات لي، انا دركا نروح نكمل نقلي باقي الحبات وتشوفوهم في الصحن كيفاه اللون يتاخذوه لي. وهادو هما الحبات تاعي بعد ما كملت. شوفوا
كيفاه هي اللون اللي تاخذوه ويجيو يعني بزاف خفاف وبنان وسهلين في الخدمه. يعني كي تاكلي حبه محال حتشبعي، يعني تحبي غير تاكلي الثانيه والثالثه. وهنا قسمت معاكم حبه هكا باش تشوفوه هذا الخبز كيفاه يجي خفيف، يعني كي تاكلوه خفيف خلاص مع الحشوه تاعو راح يجي بنين روعه يعني. دوكا نخليوه يبرد ونروح نحضروا الحشو مع بعضنا. واش نحتاجو في الحشو؟ نحتاجو هنايا نصف حبه تاع فلفل ونصف حبه تاع طماطم. كنت رحيتهم بهذا الشكل، ما نرحيوهمش يعني نخليهم شويه هكا محبحبين كيما نقولوا حنايا. المهم نخليهم هكا ونعصرهم مليح من الماء تاعهم. هذاك الماء يعني اذا خليتوه راح يتغلب لك على الكو تاع الدجاج تاعك كامل. انا كنت هنا صفيتهم يعني من الماء تاعهم مليح، وروح جبت 150 غرام تاع الدجاج. انا استعملت على حساب الحبات اللي استعملتهم، نتوما ضاعفوا الكميه اذا حبيتوا. حطيت لهم شويه توابل الدجاج، شويه راس الحانوت، شويه ملح، شويه فلفل اسود، وشويه ملعقه صغيره تاع الدجاج. وهنايا حطيت شويه البيض هنا ثاني استعملوه يعني على حساب الكميه. نروحوا نخلطوا هذا مليح حتى يتجانسوا لي مع بعضهم. شوفوا هنا حاولوا تخلطوهم مليح حتى يدخلوا في بعضهم. هنايا الفلفل راح يعطي ذوق بزاف بنين للدجاج تاعي. جربوه اذا عندكم فلفل الوان ثاني ضيفوه يعني راح يجيك هايل. شوفوا هنايا انا هنا بالنسبه للطريقه جبت المقله تاعي دهنتها هكا بالزبده مليح. انا هنايا ما حبيتش يعني نكثر في الخدمه لانه الكميه استعملت كميه قليله، على هذيك طرحتها. وبالنسبه اللي يخدموه كمشروع يحاولوا يديروا الحبه تاعكم خشينه، يعني خشنوا في الحبه نتاع الحشو تاعكم هكا، لانه مش راح يدي يحشو بزاف هكا. شوفوا حطيته فوق النار تقلى لي من تحت. اهم حاجه هنا في هذه الخطوه اذا درتو كيفي ما تخليوش ما تحطوش في المقله اللي تلصق لكم هكا. خليه هنا نعس عليه هكا باه ما يلصقليش، واذا لصق لك يعني راح يفسد لك ويولي يتفتت لك. وتقدروا ديروا الطريقه هذه، ولا تقدروا تحطوا البابي فيلم وتطرحوه وتقصوا الحبات وتقليوها كيما حبيتوا. انا كي قلت لكم كي درت كميه قليله بعد ما يتقلى لي من تحت كيما شفتوا رحت قلبته للجهه الاخرى، نقصت عليه خليته طاب في راحته. وهذا هو راح تلقاوه طايب يعني روعه. وهنا بعد ما طاب لي رايحه نجيب الطابع تاعي المربع، رايحه نقسم الحبات يعني على حسب الحشو هذا رايحه ندير الحبات تاعي. كيما قلت لكم اللي يخدموا كمشروع يحاول يخشن في الحبه تاعو. انا راح نعطي لكم السمك تاعو بصح نتوما ديروه كثر على هكا. شوفوا السمك وانتم خشنوه كثر على هكا هكذا. نروح نطبع كامل الحبه تاعي بنفس الطريقه، لانه هنايا في الحشو مش حنحتاجو نحطوه هو فقط وسلاطه وعلى هذيك يعني رايحين نحاولوا نخشنوا في الحشو تاعو. شوفوا الحبه تاعي نكمل نقصهم هكا نديروا بالطابع هكا يعني الحبه تاعنا يكون قد هنايا. شوفوا بعد ما كملت الحشو نروح نجيبوا هذاك الخبز تاعي نحطوا له هنايا مايونيز من احسن مايونيز ولا فرماج كيما حبيتوا، يعني اذا استعملتهم للدار تقدروا ديروا الفرماج. هنايا شوفوا في هذه الوصفه انا حطيت سلطه وطماطم وحطيت الحشو وزيت الخبز عفوا الفرماج تاع الهمبرجر. هنايا شوفوا بالنسبه اللي رايحه يعني في هذه الوصفه اللي يخدموه بلي كوموند من الاحسن يزينوا طماطم سوغيز اللي تجي من فوقها. اذا حطيتوا طماطم من فوقها ما تحطوش الطماطم لداخل هكاك راح نرجعوا طاجين تاع الطماطم. حطوا غير سلطه والحشو والفرماج. على هذا قلت لكم خشنوه الحشو تاعكم لان راح نحطوا غير سلطه والحشو والفرماج فقط. هذه هي الحبه تاعي. انا حطيت الطماطم من تحتها لاني ما حطيتش طماطم صغير اللي يخدموه كمشروع. قسموا الحبات الطماطم على زوج وزينوا بها من فوق بالاعواد هكا. هذه هي الحبه تاعي. بالنسبه للسعر بنفس يعني بنفس بالطوماط سوغيز تزيني من فوق بنفس الحجم رايحه تحسبيه ب10,000 هكا. كما قلت لكم الحشو خشنوا فيه فقط لانه راح يجيكم فارغ اذا درتوه رقيق. هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. رايحين يعني تتمشى لكم فيها الخدمه ان شاء الله لانه خفيفه وسهله في الخدمه. واش حطوا لي في لي كومونتير واش حابين ندير لكم كمملحات، وما تنساوش ديروا لي جيم او كومونتير مليح، ونتلاقاو في فيديو اخر.